السلام عليكم، اهلا وسهلا. نهار جديد، فيديو جديد. نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه. غبرت عليكم بزاف، ومهم هادي شي 6 شهور ولا اللي ما حطيت حتى فيديو، لان كانت عندي شي ظروف خارجه على الاراده ديالي. وقد عدت والعود احمد. بسم الله وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. جيت باش نهضر معكم شويه. كنت انايا ما بقيتش عندي المحل، صافي المحل كنت المهم كنت مريضه وداك الشيء، ما بقيتش قادره يعني باش نوفق بين البيت وبين المحل. عييت ومرضت وبزاف. الوقاف وداك الشيء انا ما كنقدرش على الوقاف بزاف، بحكم ان عندي سياتيك، مريضه بالسياتيك. خصني يعني فاش كنت كندوز وداك الشيء تيقول لي الطبيب تاع العظام والمفاصل، تيقول لي راه خصك تكوني يعني تبدلي لو مود دو في ديالك، انك تبقاي تهلاي بصحتك، ما توقفيش بزاف. وانا راكو عارفين البيع والشراء فيه الخدمه، التقضيه ديالو فاش تمشي تقضى خصك توقفي. ومهم في الدار فاش تكون كبيره عاوتاني حتى هي فيها الوقف بزاف. مهم كنت انايا درت واحد التجربه، كان في خاطري انني نبقى نمشي ونجي وزعما هكا يكون عندي محل، ولكن ما قدرتش الصراحه. عارفه مع حكم السن الانسان فاش يكمل وليداته، في الوقت كنحس بالقنطه وداك الشيء. وليت قلت انا غادي ندير هذه الخطوه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. صافي دوزنا واحد لا بيريود تاع البيع والشراء. دابا الحمد لله. فاش عييت وكل شيء ارتأيت انني نجلس في الدار ونقابل داري ونقابل وليداتي، ولكن كنت مرضت بزاف. ناض فيا الالام ديال الظهر، سياتيك. مهم كانت عندي دوك الاطراف الحسيه ديال التنمال، ديما عندي التنمال في يديا وفي رجليا فاش نفيق في الصباح. المهم ما جيتش ندخل عليكم طاقه سلبيه، بغيت نقول لكم باللي المشاكل اللي لقيتها، يعني رغم انني تشوفوا المحتوى ديالي تندير الطبخ، تندير الاكل الصحي، تنقلب على المسائل الوصفات اللي تكون صحيه اكثر، غير هي ما لقيتش تفاعل صراحه في القناه. والوقاف وانا مريضه وكل شيء ما يمكنليش انا غادي نبقى نحط واحد المحتوى اللي ما كيتشافش وكنضرب عليه تماره. وراكم عارفين الا بغيتو ديروا غير ماكله لوليداتكم ولا بنادم شحال تيضرب تماره، فما بالك بانك تصوري وتحطي في واحد الفيديو اللي يكون بالمونتاج مقاد ومعدل وتجي تحطيه للناس باش تشوفوه، في التالي ما كتلقاش عليه التفاعل. ماشي مشكل، داكشي اللي كتاب. مهم انايا فاش كندير الاكل الصحي، يعني دائما انايا فاش مرضت ديما تنقلب على وصفات اللي تكون زوينه وتكون صحيه وتكون يعني واخا ما تنصورهاش، انايا ديما هنا في البيت ديالي تنحط الماكله، يعني ديما تندير ماكله اللي صحيه، اللي كتوصيو بها مجموعه من الاطباء. تيقول لك الطبيب ديالك ولا كلي الخضار، شربي الماء بزاف، تهلاي في صحتك، ديري الرياضه، حيدي الدقيق الابيض، يعني قلي من النشويات. المهم هادشي كاملين كنتبعو، كديري واحد نص ساعه ولا ساعه ديال لا مارش، يعني في هاد المسائل كامله تنديرها. ومع ذلك تندير كامل هاد المسائل، ومع ذلك ما لقيتش صحتي الصراحه، ما لقيتش صحتي. قلت انايا زعما غير من الوقاف تاع المحل تنمشي ونجي ربما يعني كثرت الوقاف، صافي وليت مريضه ما قادراش، داكشي علاش جلست وكل شيء. ولكن مشيت درت لي زاناليز، كنلقى داك الفيتامين د ديما ناقص لي، ديما داك تنميل الاطراف تيقول لي الطبيب لا راه خصك ديري الحركه وخصك يعني تكوني الجلسه ديالك مقاده. المهم هكا كيعطيك زعما حلول هكا اللي تقدري ديريها، يعني باش تخفف عليك الالام، ديري لا مارش، ديري تنقصي من الملحات. المهم بزاف تاع المسائل اللي كتسبب هاد الاخر انا قلت ربما عندي الغده الدرقيه، يعني تتشكي في بزاف المسائل، ولكن الحمد لله انا الغده الدرقيه ما عنديش. زعما قلت
خمول الغده الدرقيه، لان كيتسبب لك داكشي في الاكتئاب والمزاج يكون نازل. النفسيه تتكون الخمول، الكسل. المهم هادو كاع اعراض تقولي الغده الدرقيه ولا هكذا هكا نقص الفيتامينات. المهم بقيت انا تنقلب بزاف، كندخل المواقع تاع هذا مواقع تاع الطب، يعني كنبغي نشوف في جوجل، كنقلب في لي فيديو. انا تندور هكذا تنقول كيفاش الانسان كيوصل لواحد السن انه خصو فاش يكبر وليداتو كيبغي، يعني ما يمكنش الانسان يكبر وليداتو غير موراها غادي يعيا، غادي يجيه الضغط الدموي، غادي يجيه السكر، غادي يجيه امراض القلب والشرايين. يعني هاد المسائل تتكون زعما من تفوتي 40 يعني كتكون مقرونه، تيقول لك يعني تتكون يعني السن مقرون بهاد الامراض، ولا هاد الامراض مقرونه بهذا السن زعما. والله الا زعما تتقولي الانسان فاش تيسالي وليداتو تما عاد اللي خصو يعيش يعني وعادي تما كما يقولوا ماشي سن الياس، سن الامل. كتسمى سن الامل لان الانسان كتكون عنده امل في الحياه فاش كيكون داك الفتره تاع هكا تقابلي وليداتك، تقابلي دارك، تقابلي كيكونوا الدراري صغار وكل شيء، تبقاي يعني ملاهيه بهم. وان فوا تسالي وكل شيء يعني خص تكون عندك واحد الصحه، واحد القوه، واحد الاخر باش تكملي الحياه. وبالتالي كتلقاي راسك كلك مريضه مهدوده، ما عندك كانا خمول، سياتيك، امراض. ما حنايا تبارك الله كندخلوا حنا المغربيه ولا كاع العرب كتدخل مجهده في الشقه تاع الدار وداكشي، تتقولي زعما علاش حنا هكذا. بقيت تنقلب وانا نلقى واحد الطبيب مصري سميتو الدكتور ضياء العوضي. كنسمع في لي فيديو ديالو، كان جابوا داك محمود سعيد في واحد البرنامج، نسيت البرنامج، كانوا جابوه وبقيت كنسمع له اشنو تيقول. يعني داك المقدم البرنامج محمود سعيد يعني انبهر بداك الشيء اللي تيقول، يعني المسائل، يعني جميع داك العلم ديال الاطباء وداك الشيء اللي وصونا بهم الاطباء كاملين تيضربوا في اللوك دو ان كيما يقولوا، كان شيء كيضربوا في الزيرو. يعني داكشي فاش تبقاي تسمعي كتنبهري، كتقولي كيفاش هاد الشيء اللي حنا كنقولوا صحي يعني هو تيضرب بعرض الحائط جميع المعلومات تاع الاطباء. يعني كيقول لك كاع حد الشيء اللي كيقولوه الاطباء على الخضر وعلى الفواكه وعلى، يعني هو بالنسبه ليه الممنوعات هي اللي مسموحات والمسموحات هي اللي ممنوعات. كيفاش تفكري في هذه المعادله؟ الصراحه انا بقيت مبهوضه، وتا المقدم البرنامج هو بقى هكاك مصدوم، لان قال له الخضار ما دارتش للانسان، الخضار قال لك هي الحيوانات. تخيلوا بهاد الهضره قالها، بقيت انايا بوش بي كيفاش الخضره اللي حنا كناكلوا بها يعني واحد الكميه كثيره، ما كانش واحد في هذا العالم ما كياكلش الخضره. هو ضرب كل شيء في اللوك دو ان، وقال لك بلي الخضره غير صالحه للعيش الادمي. مهم حط واحد النظام ديالو سماه نظام الطيبات. نظام الطيبات اشنو هو؟ قال له داك المقدم البرنامج قول لي شنو هو هذا النظام ديالك اللي تدوي لنا عليه، اللي كتقول اللي هو يعني قال لك المعدة بيت الداء. المعدة بيت الداء، يعني أي حاجة دخلتيها مع فمك إلا هي السبب في جميع الأمراض ديال اللي في هذا العالم كامل. هو قال لك داكشي اللي كتاكلي هو اللي كيرياجيه لو كور ديالك وكيعطيك أمراض. مربط الفرس هو ان قال لك انا كاع اللي يهمني في هذا الشيء هي ان هذا النظام ديالو سمعته مده اسبوع، وانا متصله بلي فيديو ديالو كنسمع وكنشوف. عطى دلائل، عطى ادله اللي مقنعه
الصراحه انا رياجيت في لي كومونتير، قلت ما يمكنش هذا الشيء، راه من سبع المستحيلات ان ولا من ربع المستحيلات ان يكون هذا النظام اللي بغيت تقول يكون صحي حسن من نظام الانظمه اللي هضروا بها جميع الاطباء. انايا اشنو درت؟ قلت تجربه خير دليل، انا غادي نجرب بحكم انا عندي امراض منها غازات في البطن، تنميل الاطراف الحسيه عندي دائما تنميل، عندي السياتيك، عندي جيوب انفيه، عندي مشاكل، ما عنديش السكر وما عنديش الطونسيون، ولكن عندي هذه المشاكل لان انا اصلا ما تنشربش السكر، ما تناكلش الدقيق الابيض، تناكل اكل صحي بالنسبه ليا وبالمنظور ديالي. انا كنقول انا راني في السليم، الاكل الصحي، ما كناكل حلويات، ما كناكل، يعني هذه قولي شي 3 سنين من كورونا لهنا، فاش مرت بكورونا من هنايا يعني بزاف الامور اللي تغيرت فيا، ومع ذلك ما كنلقاش انا هاد الصحه ديالي، ما لقيتش صحتي الصراحه، ديما مريضه، ديما كيشدني اكتئاب، ديما رغم ما عندي لا مشاكل، ما عندي حتى شي حاجه، مع ذلك ديما عندي امراض. قلت انايا ما عندي ما خاسره، انا كناكل اكل صحي، غادي نجرب ونشوف. الصراحه اقتنعت بداك الشيء اللي تيقول، جربت النهار الاول في النظام، مسميه نظام الطيبات، النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، الصراحه فقت في الصباح، من فقت الصراحه تفاجأت، والله العلي العظيم الا تفاجأت بزاف. تنميل الاطراف نقص عليا بواحد الحده ما نقولش ليك، الجيوب الانفيه بدات تصفالي، المود ديال الدماغ ديالي كيفاش انايا الطريقه تاع دماغي كيفاش ولا، يعني داك لو مود، يعني كيفاش المود ديال الدماغ ديالي كما يقولوا، يعني كيفاش النفسيه، الحاله النفسيه، داك النشاط، وليت تبدلت، وليت غير ناشطه وبخير وتنضحك لو كور ديالي، داكش الماكله اللي كليتها حسيت بواحد الراحه ما نقولش لكم، والله العلي العظيم الا تفاجأت في راسي. يعني ما كليتش الخضره، ما درتش بالخضره مده 3 ايام. دابا في هاد لا فيديو اللي راني كنقول لكم دابا راه مده اسبوع وانايا غاديه على هاد النظام، والله العلي العظيم. هاد النظام اللي دوا عليه الدكتور ضياء العواضي قال لك ينهي جميع الامراض، منها الضغط الدموي، منها السكر، قال لك الادويه ما تبقيش تشربيها لهاد الدرجه، يعني داكشي مبهر، يعني ما تقدريش تصدقي، ما تقدريش تصدقي ان قالك جميع الامراض تنهى، تصلب اللويحي، السرطانات، عطي انظمه ديال السرطان، هذا التنميل، الجيوب الانفيه، الم الظهر، هادو كاملين قال لك تينهيهم في ظرف كل مرض وشحال عطاه المده ديالو، كاين اللي اسبوع، كاين اللي 14 يوم، كاين اللي 20 يوم، كاين اللي شهر، على حسب الخطوره ديال المرض. المهم هذا الشيء على لسان الدكتور ضياء العواضي ماشي من عندي. شو تقولوا انا اللي قلت؟ انا ما قلتش، انا ناقله، هو لان الناس كيدير لايفات يوميا تيقولوا له قول لنا النظام اشنو الوصفات اللي نطيبوا، قال لهم انا ماشي اختصاص ديالي، انا نعطيكم واحد النظام فيه مسموحات وفيه ممنوعات، نتوما الحل عندكم، انا شنو تاكلوا شنو ما تاكلوش باش تكون الصحه ديالكم مزيانه، نقطه. لان انا عندي بزاف ما يدار، يعني هو لاهي في الدراسات ديالو، لاهي مع الاطباء اللي كيهاجموه، لاهي مع ما عندوش الوقت باش يعطي المعلومات كافيه كيفاش طيبي هذه الوصفه. حنا هنايا انا من جربت وعرفت، يعني في مصر راه تما داع الصيت ديالو، هنا في المغرب على ما اظن انا دخلت درت نظام الطيبات ما لقيتش، لقيت المصريين هما اللي سباقين لهذا النظام. انا يا قلت يعني انا اسبوع ما حطيتش الصراحه، ما فكرتش انا كاع باش نبقى نحط هذه الوصفات، بحكم ان التفاهه ولات عايمه على المجتمع كامله، تفاهه دايرين بلايصهم، ما كيحطوا حتى محتوى، ما كيحطوا حتى شي حاجه اللي فيها معلومات تفيد الناس، وحنايا كنبقاو اللور. انا بحكم عندي قناه مع من غادي نهضر
هو بعدا قال لهم نتوما بلغوا عني، قال لهم بلغوا عني نتوما، دخلوا شوفوا، لانه هو جاب ادله ديالو. الادله ديالو في الاخر الناس المرضى عنده الصف، عنده دي رونديفو، يعني مواعيد اللي تكون بعيده المدى باش يوصلوا ليه، لان الناس تحسنت على الطريقه ديالو، تحسنت بزاف 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 بشهاده الجميع. الناس اللي دوزوا عنده واللي تبعوا النظام ديالو، الانسان ما عنده ما خاسر. انا قلتها على راسي، قلت انا ما خسرت حتى شي حاجه، غادي نتبع هذا النظام. جاب ونعم بها، ما جابش انا راني غادي على الاخر، ما غادي ما غادي يدير لي حتى شي حاجه. يعني اش بغى يدير لي انا هذا النظام؟ ماشي غادي ناكلوا السم ولا اكل واحد، الاكل اللي كناكلوه وكناكلوا مع حوايج اخرين تيصدق ضررنا. هذا هو المربط الفرس في هذا الشيء. مهم في الصراحه انا يا عجبني الحال اللي نتبعت هذا النظام. حسيت براسي بواحد اخرى الصراحه، حسيت براسي صفت. يعني انا يا قلت ما نصيفتش، كنت كنصيفط لوالدي، نصيفط الاب ديالي عنده الضغط الدموي وعنده السكر، واختي حتى هي عندها الضغط الدموي وعندها السكر. ومهم صيفط ليهم، ومع ذلك فاش صيفط ليهم تنقول لها تنتاكد انا من راسي كيفاش دايره عاد، وتنمي الاطراف والغازات، المهم دوك الامراض. شكون فينا اخواتاتي اللي ما عندهاش هاد الامراض؟ جميع النساء، جميع يعني الناس الاكثريه كتلقاي عندهم ارتجاع المريء، الغازات، التنميل، يعني الم الظهر، الم انزلاق غضروفي، يعني بزاف الامراض، امراض كثيره اللي الانسان اللي الشبكيه ديال العين، هو قال لك جميع الامراض تنهيها على قوله، هو اللي تقلد به. حنا كنوصلوا، وانايا من هذا المنبر انا راه كنقول لكم تجربتي انا والناس اللي شفت، لان خرجوا بعض الاطباء ماشي بزاف اللي قال لك راهم ماجورين، هاد الناس راهم ماجورين، خلصهم باش يقولوا شهادات، يعني باش ما عرفتش، قال لك هذا راه مجرم. هذا ما نظنش انا شحال الناس، شحال من واحد اللي جا كيشهد باللي كان مريض بزاف ديال الحوايج واختفت ديك الامراض بهذا النظام، نظام الطيبات. راه ما يمكنش الانسان هذا الطبيب واش غادي باغي يخرج على الامه كامله. الا انتشر لي فيديو ديالو وبقاو يتبعوه الناس وبقاو ياخذوا دوك الانظمه كل شيء مرض. بالنسبه اللي ما عنده لا ضغط دموي، ما عندوش امراض خطيره، هذاك يعني ماشي مشكل. ولكن الناس اللي عندهم الضغط الدموي وكيتخلاو كيتخلاو على الادويه ديالهم. قال لك الانسان ملي يبغي يخرج، قال لك عنده الشنطه ديال اليد والشنطه ديال الادويه. قال لك يعني الانسان ماشي فرحه. قال كيفاش تتقولوا الجينات هي اللي تورث هذه الامراض؟ يعني انت الاب ولا الام ديالك، كاين الاب عنده الضغط الدموي والام عندها القلب، تتورثيهم على عندك بوسيبيليتي، عندك قابليه انك انت تمرضي بحال والديك. يعني قال لهم انا اللي كنعرف ضحكني هنايا، قال لهم انا اللي كنعرف ان نورثوا الفلوس، كنورثوا الاملاك، ماشي كنورثوا الامراض. قال لك الامراض خطيها بالجينات. المهم على قوله، انا ما تنفهمش بزاف الطب، بصح كنبغي نعرف الاكل الصحي، كنبحث. قال لك لكل مجتهد نصيب، يعني الانسان اللي كيبحث ويقلب راه حتى هو. قال لهم انا ماشي يعني شي حاجه خارقه، انايا بحكم العمل ديالو، قال لك هو اجتهد بحكمه ديما في الانعاش كيكون في التخدير، طبيب التخدير هو في العنايه المركزه كيقول. قال لك راه ما يمكنش دوك الامراض كامله السبب ديالها هي الوراثه. السبب قال لك علاش الانسان كيوصل لذاك السن وكيمرض؟ علاش من 40 الفوق، من 40 الفوق انك تمرضي؟ بالعكس الانسان كيدوز الشباب ديالو مع وليداتو، يعني من توصلي 50 60 وكل شيء تما راه عاد الانسان باغي يرتاح، كاين اللي باغي يخدم على راسو، كاين اللي باغي يدير مشروع، كاين اللي كلها شنو باغي يدير. علاش غادي يمشي هو يعني كتجيه امراض اون فوا يكبر وليداتو صافي تجيه؟ ماشي كل شيء، ولكن الاكثريه كتلقاه مسكين مرض بسرطان مات،
عنده قولون، سرطان قولون، سرطان الرئه، سرطان، يعني راكم شفتوا مؤخرا علاش ولات عندنا هاد الامراض كثيره 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 كثيره، الناس بزاف شباب صغار تيموتوا. علاش؟ هنا يعني الانسان خصو يفكر. انا راه بعدا ملي كنت كنشوف راسي فابل، كنشوف انايا غليظه، يعني الغلط فيا الغلط، ولكن مريضه عيانه، ما كنقدش نصلي، شي مرات نصلي الله يسمح لينا بالكلاس، عندي خمول، عندي عياء، عندي تنميل، عندي الم الظهر، الم الركبه، الم الشوكه العظميه، ولا كيفاش شنو تيقولوا ليها، يعني بزاف تاع الامراض كتكون فيك، وكتقولي انا راني كناكل الاكل الصحي، انا كنشرب الماء. قالك هو شرب الماء غير رشفات، يعني غير هكا جغيمات د الماء. قالك الماء راه عنده اضرار. الماء قالك واخا جعلنا من الماء كل شيء حي، على قوله قال لك يعني الماء ماشي هو كل شيء. قال لك الجسم الانسان هو اللي كينتج لنا الماء، يعني الماء كتشربي عند الحاجه. قال لك الماء ما غاديش نبقاو حنا نشربوا. انا والله العلي العظيم هما تسالوني يحلف لا كنت نشرب 4 لتر كنشرب 4 لتر ديال الماء اللي تنشربها انايا من الصباح. كنشرب ديك تاع يوتر ونص، المهم دايره ديك الخابيه ولا داك البيريفيكاتور، كنبقى غير نعمر في القرعي ونشرب. تنقول زعما راه شي حاجه صحيه مزيانه، ولكن قال لك الماء راه عنده اضرار. يعني قال لك الماء خصك تشربيه عند الحاجه فقط، ما خصكش تبقاي غير تشربي. انا ندور ونشرب. كيقول لك الاطباء كيقول لك بلا ما تعطشي، بلا ما تعطشي شربي، كتبقاي غير تشربي. المهم انا اعطيتكم مقدمه واخا طويله شويه، سمحوا لي، الله يجازيكم بخير. المعلومه هي هذه. ان شاء الله لا فيديو المقبله غادي نحط لكم نظام الطيبات، الممنوعات والمسموحات. غادي نسيتيهم لكم في لا فيديو المقبل ان شاء الله. ما تنساوش ديروا جيم وابوني وتفعلوا الجرس ان شاء الله. وباش ان شاء الله عندي بزاف ما نقول في الجعبه ديالي الكثير، بزاف النصائح، يعني كاينه الفائده ان شاء الله، راه كاينه الفائده. غير هو هاد المحتويات يعني الفارغه ولات هي اللي شاده الساحه ديال اليوتيوب. بقيت نقول انايا علاش حنايا ما حنا ما نفيدوش الناس بداكشي اللي شفناه واللي تعلمناه. ربما لا فيديو تاع ضياء العواضي كاين اللي كيكون شافها، يقدر يكون تعرف هنا في المغرب. المهم انا بعدا هنايا ما دخلت لي فيديو ما عمري شفت شي وحده يعني هضرت عليه هنا في المغاربه، يعني على حسب لي ريشيرش دياولي. ربما كاين وانا ما عرفتهمش، ما دخلوش عندي، ما عرفتهمش. قلت انايا نحط راجلي تا هو قال لي مادام انت لقيتي صحتك علاش ما تحطيش الفيديو، ما تقولوش ثانيك تبقاو تقولوا راه بغات تطلع على الموجه ولا لا. انا ما عنديش مع هذا الشيء، صريح العباره، ما عنديش انا بلا نطلع على الموجه. انا محتوى ديالي هو الاكل الصحي، هو الطبخ، هما معلومات نقدر نفيد بهم كاع الامهات. يعني داكشي اللي كندير انا نقتسمه مع نبارطاجيه مع الناس، ما عنديش مشكل في داكشي في نطاق صحي، نطاق محترم، نطاق علاش حنا نخليو غير التفاهه هي اللي سائده وحنا نتكمشوا. الناس اللي عندها ما تقول حتى هما يخرجوا، اللي عنده ما يقول يخرج يدير قناه حتى هو، والكمال على الله. حنا نديروا يدينا شي حاجه فيها الخير يديرها الانسان. قالك يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بغيتو نبارطاجي معكم الوصفات تاع نظام الطيبات، مرحبا قولوها لي في الكومونتير، انا معكم. اي وصفه درتها في نظام الطيبات نبارطاجيها مع خواتاتي بالصحه والراحه، اللي غادي تلقاو صحتكم وغادي جربوا نتوما وغادي تشوفوا. وعادوا ردوا عليا في لي كومونتير، قولوا لي واش هادشي اللي قلتو لكم واش لقى معكم النتيجه او انا راني غير كنخرف. مهم انا ما جبتش من عندي، جبت كل شيء على دكتور ضياء العواضي الله يجازيه بخير. حسيت براحه، حسيت بالنفسيه ديالي تغيرات.
المهم حتى لهنايا نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة، مع نظام الطيبات غدا إن شاء الله. السلام عليكم.